نهار باريس الحزينة والجريحة والمصدومة بعد ليلة كانت فيها مدينة الأنوار غارقة في دماء قتلى وجرحى تراجيديا 6 هجمات متزامنة. اعتداءات هي الأعنف في أوروبا منذ هجمات قطارات إسبانيا في 2004. لن تنسى فرنسا هذه الجمعة، حتما سيكون ما بعدها مختلفا تماما. في قاعة باتاكلون تحول العرض الموسيقي لفرقة روك من كاليفورنيا إلى مجزرة قتل فيها أكثر من 80 والعدد مرشح للارتفاع. بوجوه مكشوفة أطلق مسلحون نيران رشاشاتهم على الجمهور. تدخلت الشرطة وفجر المسلحون أحزمتهم الناسفة. استهدف مسلحون آخرون مقاهي ومطاعم على الرصيف في 4 شوارع باريسية. زمنيا هنا بدأ الهجوم الأول. دوت 3 انفجارات خارج ملعب فرنسا. كان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ضمن جمهور غفير يحضر مباراة ودية بين الفريقين الفرنسي والألماني. استنادا للسلطات الأمنية تفادت فرنسا الأسوأ في هذا الهجوم. قتل 8 مسلحين بينهم 7 بتفجير أحزمتهم الناسفة، وتتضارب الأنباء بشأن فرار آخرين. بعد أقل من 24 ساعة وكما كان مرجحا تبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجمات. ورد في البيان أن ما حدث هو رد على ضربات التحالف الدولي للمسلمين في أرض الخلافة على حد وصفه. استنادا لشهادات ناج سمع أحد المسلحين وهو يكبر بينما صرخ آخر قائلا إن هذا رد على ما يحدث في سوريا. ثمة حديث عن وجود رابط بين اعتقال مشتبه به في ألمانيا قبل أيام وهجمات باريس الأخيرة. فرنسا ومنذ ليلة الجمعة الدامية في حالة طوارئ أعلنها الرئيس فرانسوا أولاند. ما حدث أمس في باريس وفي سان ديني بالقرب من ملعب فرنسا هو من أعمال الحرب، وفي مواجهة الحرب ينبغي على البلد اتخاذ إجراءات مناسبة. كان البلد في حالة تأهب قصوى منذ أحداث شارلي إبدو والمتجر اليهودي في يناير الماضي. كيف استطاع المهاجمون تنفيذ عملياتهم في ليلة واحدة وبهذه الدقة؟ أين يكمن الخلل؟ هل ثمة فشل أمني أم اختراق أم سوء تقدير لتهديدات التنظيمات المتشددة؟ من الإجراءات المعلنة أخيرا نشر آلاف من الشرطة في باريس وتشديد التفتيش على الحدود. كانت فرنسا بدأت قبل فترة تعزيز إجراءاتها الأمنية استعدادا لاستضافة قمة المناخ نهاية الشهر الجاري. قد لا يسلم أولاند من انتقادات خصومه قبيل الانتخابات الإقليمية المقررة في غضون أقل من شهر. الملف الأمني سيكون نقطة ضعفه، وقد لا تسلم الجالية المسلمة من أعمال انتقامية أو إجراءات تعسفية في إطار حالة الطوارئ التي تجيز تفتيش البيوت والاعتقالات. فرنسا أمام امتحان صعب بشأن وحدتها وتماسك مجتمعها المتعدد الأديان والأعراق. سيعود الجدل بشأن مسألة الاندماج وفشله. البلد في حداد ل3 أيام. سيتحدث الرئيس أولاند إلى البرلمان يوم الاثنين بعد دعوته إلى اجتماع طارئ. ومن الآن فرنسا بعد الهجمات ال6 لن تعود كما كانت، وستبقى بعض شوارع باريس مرتبطة ربما إلى الأبد بهجمات دامية ومرعبة ذات جمعة.